قبل الإقمار الصناعية وقبل التكنولوجيا كان في علماء رسموا خرايط بإيديهم، وواحد من أشهرهم هو محمد الإدريسي، العالم المسلم اللي عاش في القرن ال 12 واللي رسم أدق خريطة من خرايطه. خريطة الإدريسي كانت مختلفة شوية عن اللي احنا متعودين عليه في زماننا ده، وفي الخريطة كانت الأرض مرسومة لشكل ممتد شوية، هو الأرض مسطحة ولا كروية؟ مش زي ما احنا بنشوف اليومين دول ان الارض كروية، او بمعنى اصح يبقى انتوا فهمتوا محتوانا هنتكلم عن ايه. يعني ما ينفعش الأرض تكون مسطحة زي الناس متخيلة، لكن هي الحقيقة أن الأرض كروية ولكن مساحتها أكبر مما نتخيل. هنتكلم عن الارض المسطحة، وخريطة محمد الإدريسي الناس استخدمتها لفترة طويلة من الزمن، وكتير من الناس شايفة ان هي دليل ان القدماء ما كانوش شايفين ان الارض كروية بالشكل اللي هو بيتقال عليه دلوقتي. والسؤال هنا، هل الإدريسي فعلا كان شايف ان الارض مسطحة؟ فكوباية القهوة بقى وحصاني. هل الإدريسي كان شايف إن الأرض مسطحة؟ ولا هو بس مجرد كان بيرسمها بشكل بسيط؟ والسؤال ده يا جماعة هو بداية الشك، فاحنا النهاردة هنحلل بالدليل وبالقرآن الكريم. في ناس بتقول إن العلم القديم كان أقرب للحقيقة، وإن الخرايط القديمة لما كانت بتترسم من العين، مش مجرد بس أقمار صناعية. لكن وفي نفس الوقت كان في علماء أقدم منهم قالوا إن الأرض كروية. يعني من الآخر كده الخلاف ده بقاله كتير جدا، وأنا بقى جاي أقدم لك شوية دلائل هتأكد لنا إن الأرض فعلا مسطحة. وأول دليل الناس بتتكلم عليه وبتقوله إن الأفق مستقيم. عايزين نفهم يعني إيه الأفق مستقيم؟ يعني بمعنى أصح الأفق ده لو الأرض كروية لازم نشوف انحناء، وخصوصا في ارتفاعات عالية جدا، يعني كل ما نعلى كل ما هنشوف انحناء. والنظرية التانية إن دايما بنشوف المية مستوية، فازاي بقى المحيطات هتبقى على كورة؟ وبنيجي هنا للسؤال الثالث، عدم الإحساس بالحركة. الأرض بتدور بسرعة عالية جدا، وإحنا في نفس الوقت مش حاسين بدورانها، يعني ولا في رياح قوية ولا أي إحساس بحركة. ونيجي بقى للنقطة الرابعة اللي هي الطيران والمسارات. بعض الرحلات الجوية بتاخد مسارات غريبة، وفي ناس شايفة إن المسارات دي ما فيهاش انحناء قواري حقيقي. يعني من الآخر كده احنا قلنا كل ما بنعلى كل ما بنشوفش أصلا انحناء، يعني هي في الأساس مش كورة. ونيجي بقى للنقطة الخامسة ويمكن الأهم، واللي هي القطب الجنوبي. دايما الناس بتقول إن القطب الجنوبي هو مش قارة، لكنه جدار جليدي محاوط الأرض كلها. وهنا أنا هاخدك بنقطة ربط القرآن بالخرايط. لما نجمع بين وصف القرآن الكريم وخرايط محمد الإدريسي بنوصل لفكرة واحدة بس، إن الأرض فعلا ممكن تكون مسطحة، ومش بالشكل اللي احنا عارفينه اللي وكالة ناسا مصدره لنا. وبرضه لازم نكون واضحين قوي، العلم الحديث بيقول ان خريطة الإدريسي ان هي كانت محاولة رسم العالم على سطح مسطح زي اي خريطة ورقية. يعني احنا لما بنشوف الخريطة الورقية بتبقى مرسومة بشكل مستقيم، كذلك هم خدوا الفكرة ان خريطة الإدريسي لما رسمت العالم كله ورسمت القارات اترسمت على ورق. يعني حتى لو الأرض كروية فهي اترسمت على ورق علشان تبان بشكل مسطح. والأغرب في الموضوع ان في علماء ومن المسلمين كانوا بيقولوا ان فعلا الأرض كروية. بين الخرايط القديمة والآيات والدلائل اللي بيطرحها بعض الناس بيفضل السؤال مفتوح، هل احنا فاهمين شكل الأرض صح ولا في حاجة غلط؟ وعايز أفكركم إن الحقيقة دايما مش واضحة. انت بقى قول لي، شايف الأرض كروية ولا مسطحة؟ هحتاج رأيك في الكومنتات، وتقول لي إن الأرض كروية ولا مسطحة. كومنت بسيط ولايك هيفرق معانا في الدعم. ما تنساش لو عجبتك الحلقة اعمل لي سبسكرايب. أشوفكم على خير.